السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفة جديدة من وصفات قناة خديجة ديليس. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في تمام الصحة والعافية نتوما وجميع الأهل والأحباب ديالكم. الوصفة ديال اليوم هي عبارة على حلوى أو صابلي ديال الكاوكاو والكونفيتور. هي من الحلويات العريقة اللي ما كتقدامش واللي رائعة في المذاق. كنتمنى تتبعوا معي الفيديو من الأول حتى الآخر وشوفوا جميع المراحل. كيف العادة فضلا وليس أمرا كنتمنى تفعلوا جرس التنبيهات وتضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم جديد القناة. غناخدوا الإناء اللي غنخدموا فيه. غادي نحتاجوا البيضة واحدة تكون بحرارة المطبخ. غنديروا تقريبا 100 غرام ديال السكر سنيدة ما يعادل كاس ديال العنبة، وغادي نحركوا المكونات حتى يذوب السكر مع البيض. هنا عندي بيضه صغيره، خدمت بيضه صغيره الحجم. من بعد غنضيفوا شويه ديال الملح باش نوازنوا به الذوق. من بعد قشور ديال حامضه محكوكه، نقدروا نستعملوا كبديل قشور ليمون. كاس ديال العنبه ديال الزيت النباتيه، وكنبداو نخلطوا المكونات باش يتجانس عندنا الخليط. هاد الحلوى ما فيهاش مكونات بزاف، وتقريبا مكوناتها موجودين في كاع البيوت، يعني ما كنحتاجوش لشي حاجه كثيره. كنديروا كيس ديال الفانيليا، اختياري، الا ما عندناش ما نديروش حيت ديجا درنا قشور الحامض، غير كنكهه اضافيه وصافي. كنحركوا جميع المكونات ومن بعد كنضيفوا الدقيق. هاد الطحين اللي غربلناه ديجا من قبل يكون نوعيه جيده، او الدقيق الخاص بالحلويات، كيس ديال خميره الحلويات. الدقيق القياس اللي جمع ليا انا هاد الحلوى 250 غرام. انا كنجمع شويه، دابا غادي نخدم يديا، ما كنعجنوش هاد الحلوى، غير كنجمعوها. هنا كنضيفوا ديما الدقيق بالتدريج، لان باش ما نحصلوش على عجينه قاصحه، ما نفوتوش الدقيق في العجين. الوغ كنضيفوا ديما بالتدريج حتى كنحصلوا. هنا راه غير كنجمع العجين حتى كنحصلوا على عجينه اللي تكون لينه وما تكونش قاصحه. من بعد غتشوفوا الشكل ديال العجين اللي حصلت عليه. هانتوما كيف كتشوفوا ماشي قاصحه ولينه في اليد، يعني نخدم بها بسهوله. هنا شاط ليا الدقيق، ولكن انا خدمت ب 250 غرام. كناخدو ورق المطبخ، كناخدو الصينيه اللي غادي ندخلوا ليها الفرن وكنعبروا عليها ورق المطبخ. انا الصينيه ديال الفران ديالي خديت عليها العبار. من بعد كنبسطوا العجين على هذيك الورقه. كنستعنوا بالدلاك، هنا غنخدموا بالدلاك وغنخدموا بيدينا. كنردوها عجينه رقيقه بزاف، حيت ما كثرناش ليها الفورص، ما كثرناش ليها الدقيق الابيض، الوغ كنخدموا بها وحنا مرتاحين. هانتوما تخافوش واخا تكون رقيقه بزاف ماشي اشكال. وإلا خرجوا لينا الجوانب ديال العجين فاتوا الورقه، كنقدروا نقطعوهم ونعاود نردوا العجينه. كنحاولوا نجيبوها على داك العبار ديال الورقه ديال ورق المطبخ. هنا كندير بالدلاك وفي نفس الوقت كنعاون بيديا. هنا ما تخافوش واخا ترقوها بزاف ماشي اشكال. راه كتشوفوا كيخرج العجين من الجوانب كنحيدو كنعاود نردو حتى كناخد حتى كياخد ليا العجين الفورمه ديال الورقه.
ها هو الشكل النهائي ديال العجين. غادي نديرو في اللاطه اللي غادي تدخل الفران. على هذا الشكل. هنا غنضيفو الكونفيتور. هنا كنكونوا سخيين شويه في الكونفيتور باش تجي معلكه. انا خدمت بالكونفيتور اللي فيه قطع ديال المشماش باينين. هذا كيجي بنين وكيجي زوين وكيعطي ديك الحلوه التعليكه. تقدروا تخدموا بمربى ديال الفريز حتى هو مزيان، ولا ديال التين. المهم اي كونفيتور يكونوا فيه دوك قطع الفواكه باينين. هذا كيجي زوين وكيعطي واحد البنه زوينه بزاف في الحلوه. هنا قد ما كثرتو قد ما كتجي الحلوه بنينه بزاف. كنبقاو ايطاليو حتى كنغطيو العجينه كلها بالكونفيتور. فعلا هاد الحلوه كتستحق تجربوها لانها زوينه بزاف بزاف بزاف. اضافه للكونفيتور غادي ندير الكاوكاو. طحنته ولكن ما طحنتوش رقيق، غير هرمشتو شي شويه باش يبان كذلك في الحلوه. هاد الحلوه انا مجرباها بالقرقاع ومجرباها باللوز، ولكن بالكاوكاو كتجي احسن بكثير. كندخلو الفران اللي كيكون ديجا مسخن من قبل. ها هو الشكل ديالها بعد ما خرجت من الفرن. هنا هاد اللون السكر تكراميليزا، الوغ ماشي حرق، تحمرات. ها هو الشكل ديالها. كنخليوها تبرد شي شويه وكنبداو نقطعو. كنحيدو داك الحواف ولا الجوانب. طبعا هاد الحواف ما غاديش يطيحوا، انا غناكلهم من بعد لان هاد الحلوه ما كنسخاو حتى فرتوته منها. انا بغيت غير نوريكم كيف كيبانوا هنا، حيت مازال شي شويه سخونه. كنقطعوا كنحيدوا الحواف باش نقطعوا باش نقادوا باش تجينا مقاده في التقطاع. وفي التقطاع كديروا الشكل اللي بغيتو، سواء ديروها مربعات ولا ديروا، المهم ديروا نتوما الشكل اللي يعجبكم وصافي. ها هو الشكل النهائي ديالها. جات زوينه بزاف. كنتمنى تجربوها وتخليو لي الراي ديالكم في التعاليق. من هنا الفيديو الجاي خليت لكم راحه الله. السلام عليكم ورحمه الله.